السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. هنعمل معاكم في وصفة النهاردة من مطبخ حلو حادق. هنعمل صينية السمك البلطي بطريقة خفيفة جدا، من غير ما يشرب زيت ومن غير آلية ومن غير حاجة خالص. هنعمله صينية في الفرن بالخضروات، رائع رائع وبيبقى خفيف وطعمه رائع. معانا هنا في حدود 3 سمكات كبار، معانا طماطم متقطعة حلقات، فلفل رومي حلقات، ليمون حلقات، بصلتين كبار حلقات، برضو كله حلقات معانا بأمر الله. ماشي يا حبايبي. معانا دقة السمك اللي احنا بنعملها العادية خالص بالثوم والفلفل والكمون وبهارات السمك، ضربناهم في الكبة وجهزناهم كده. ماشي. انا طبعا غسلة السمك غسلة حلوة جدا بالفرشة وبالدقيق، وقلبه زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. ماشي. الطريقة دي خفيفة جدا يا جماعة، هتعجبكم قوي، وكمان بالاخص للي بيعملوا رجيم واللي عندهم ما بيحبوش الحاجات المقلية. الطريقة دي برضو تلزمهم وتنفعهم قوي. جميلة جدا وخفيفة، تاكلوها مع رز بشعرية، مع رز أبيض، مع رز سمك ببصل، رائع، بعيش بلدي، كل الحالات اللي بتمشي مع صينية السمك دي هتعجبكم قوي. هنقطع السمك كده زي ما حضراتكم شايفين عشان ايه يبقى سهل معانا في السوا، هو اصلا ما بياخدش وقت في الفرن. ماشي. بتجيبوا الكمية بقى اللي انتوا عاوزينها. طبعا دقة السمك يا جماعة كلكم عارفين، يعني انا قلت لكم بتتعمل ازاي، مش مستاهله ان انا ايه اجيب واعمل قدامكم، لان هي سهله خالص زي ما قلت لكم. ملح، كمون، كزبره ناشفه، كمون، بهارات سمك، توم، فلفل حامي او فلفل رومي على حسب، وتدقوه في الهون او تحطوه في الكبه، وبعد كده تحطوا عليها خل او ليمون. بنحدق السمك من الداخل كده زي ما انتم شايفين عشان خاطر يبقى متبل معانا، وبعد كده بنحدق السمكية برضو من جسمها من بره عشان يبقى اللحم بتاعها متبل معانا في التقطيعات اللي احنا قطعناها دي بالسكينة. بندخل فيها الدقة كده بتاعت السمك. ماشي. هنعمل كل بقية السمك بالطريقة دي. بصوا قلبه زي الفل ما شاء الله. انا بغسله بفرشة مخصصة للاسماك دي، بتبقى جميلة جدا يا جماعة، بتنضفه قوي وبتخلي القلب زي الفل، مفيش لا دم مفيش ولا اي حاجة. وبعد كده بالدقيق، وبعد كده ايه بتسيبه بقى يصفي ميته ونجهزه. هنعمل التالتة برضو بنفس الطريقة، هنحدقها برضو كده. بنحدق الجسم من الداخل من الخارج عشان خاطر يبقى طعم اللحمة متحدقة ومتبلة وتبقى جميلة. شكرا لكل حبايب قلبي واخواتي. ام مازن حبيبة قلبي، وصفة سهلة. وشكرا لذكرياتي مع امي بنتي حبيبتي الغالية. وشكرا لوصفة من القلب. حبايب قلبي كلكم، حبايبي اخواتي وحبايبي في القناة، كلكم بتدعموني وكلكم بتقولولي كلام جميل. ربنا يكبر بخاطركم ويجازيكم خير يا رب. نزلنا كده بحلقات البصل، وخدنا برضو حتة دقة من بتاعة السمك ودعكناها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هننزل بحلقات الطماطم وحلقات الفلفل ايه الرومي. عاوزين تزودوا اي خضروات تانية براحتكم، عاوزين تحطوا خضرة، كزبرة، شبت، اي حاجة براحتكم. ماشي. بس انا استكفيت بالطريقة دي كده بالمقادير دي كفاية، وكله بيدي طعم رائع للسمك. بنقلب بقى كله مع بعضيه كده، البصل مع الفلفل مع الطماطم بدقة السمك اللي احنا عاملينها الجميلة دي. لو عاوزين تبشروا الطماطم برضو مفيش مشاكل، بنبشرها بالمبشرة وبتبقى جميلة. عاوزين تبشروا البصل برضو او تقطعوه مكعبات، ايه اللي يريحكم، التقطيع اللي تريحكم. بس تقطيعة الحلقات دي بيبقى شكلها جميل جدا وبتدي منظر حلو للصينية، وبتبقى واضحة كده وطعمها حلو. هنبتدي بقى نحشي كده معانا السمك من قلبه كده بالخضار اللي احنا تبلناه ده. بنحشي من قلبيه كده عشان ياخد من طعمه. والله يا جماعة طريقة جميلة وخفيفة وطعمها جميل جدا. وانا يعني بصوا بجيب لكم واقعد ادور والله العظيم على بصوا على وصفات عشان اجيب لكم حاجات تعجبكم، حاجات تكون مش برضو مش مكلفة قوي، ومن ناحية تانية يعني خفيفة وجميلة.
بننزل بقية الخلطة كده على وش الصينية بتاعت السمك. ماشي. ونزلت بنص كوباية مية، بس هي ما جاتش طبعا، ما صورتهاش صراحة. نص كوباية مية صغيرة، لان هو كده كده السمك مع الخضار بينزل المية اللي فيه. فهننزل قبل ما ندخلها الفرن بنص كوباية مية. وندخلها الفرن، وحطيت كده شوية زيت وشوية خل. ماشي. ونص كوباية مية بالظبط، ونص كوباية مية. نحاول نحط لها شوية ملح وكمون خفيف كده. وننزلها من الجنب عشان ايه تظبط برضو الحدق معانا، مش عاوزين خلاص. كفاية التتبيلة والحدق بتاع الايه الخضار والسمك. وبعد كده بنكون مسخنين الفرن، بنحطه على الفرن من تحت. على الفرن البوتاجاز من ارضية لحد ما يبتدي يستوي، وبعد كده نطلعه في الشواية. ماشي. مش عاوزين تحطوا نص كوباية مية، هو كده كده هيستوي. بس انا بحب احط نص كوباية مية ليه؟ تأكيدا للسوا برضو، يعني ايه، يعني للأضمن، لان اللهم بارك كانت السمكية كبيرة، فبرضو الواحد ايه يبقى عامل حسابه لكل حاجة. كده بقى انا ادخلها الفرن وانزل لها نص كوباية مية زي ما انتم شايفين كده، المية اهي في الصينية هنا كده كده استوت معانا ودخلت على الشواية وخلصت معانا. ويا رب لو الوصفة عجبتكم بتاعت صينية السمك تدعموني باشتراك وشير للقناة، والسلام عليكم.